أنتم ترفعون العالم فوق رؤوسكم، كيف لا نرفع لكم القبة؟ بسم الله ما شاء الله، تجهيزات ولا في الخيال، أبدعتوا من جميع الناس كانت في خدمتنا بضحكة طيبة واستقبال جميل، بارك الله فيكم، شكرا شكرا من كل قلبنا. وصلنا بمشقة، لكن عندما وصلنا ما حسينا بمشقة، كأنها حلاوة في حلاوة ثم حلاوة في حلاوة، لا الند ندها ولا الورد مثلها، فقد صار بين الورى ذكرها، فأهدى السرور إلى الخاطر وجدد عندنا عهد الصبا، من شاء أن يعرف المقام فليزوره، مقام يستحلى ويستجلى، إنها أفعالكم وخصالكم الحميدة. والله يعني مو مجاملة، واحنا جايين ببيت الله الحرام، نشكر من عندكم، نشكركم نشكركم نشكركم، ربي يوفقكم يسعدكم، يحفظ السعودية ويديمها إن شاء الله، يديمها سنين وأعوام. لم يعهد في التاريخ، هذه ليست مزايدة، بل هذا إذا نظرت في التاريخ لم يعهد في التاريخ أن دولة مثل المملكة حرصت حرصا شديدا على سلامة الحجاج وأمن الحجاج من بداية الموسم إلى نهايته، إلى أن يرجعوا سالمين آمنين غانمين بإذن الله. يا أحسن بلد في العالم، الله نظام كل شيء كل شيء كل شيء. يسعدك يا حبيبي، والله أتمنى أموت ربنا يخلي كل الأمن كل الأمن، ما شاء الله ما شاء الله، على النظام على النظام على النظام. إن هذه لا انطباعاتنا نحن أهل الجزائر إلى أهل المملكة العربية السعودية الذين رحبوا بنا أحسن الترحيب، نقول لهم أنتم أهل الضيافة وأهل الكرامة، شكرا لكم شكرا لكم، لأن أنتم فعلا تستحقون أهل الكرامة، شكرا لكم. بنحبكم شديد يا زول. نحن والله سعداء جدا بمحبتكم، ونحن نفتخر بكم شديد شديد شديد. الله يرضى عليك، شكرا. السعودية روح العالم كله، شكرا. السعودية روح العالم، السعودية روح العالم كله، والله كله حد جاء مال عينه ورجع. الحمد لله. أيوة. أنا كان عندي مشكلة ووقف معي وقفة راجل وخلاني نجي نأدي المناسك اللي أنا يعني بشتاق لها من زمان كبير. الله يديمكم علينا أنتم والملك تبعكم، شاه الحبيب محمد. عم تستقبلونا أهلنا ما بيستقبلونا هيك، والله لو رايح عند أخي ما بيستقبلني هيك، كي بالله. المملكة العربية السعودية يا من تنبح على المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية يا من تسيء صباح مساء للمملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية يا من تقذف أهلها وناسها في أعراضهم وفي عقيدتهم وفي شرفهم. نحن شعب نعشق هذه الأسرة، نحبها حبا جما، نعم نحب هذه الأسرة الحاكمة حبا جما، ولا يعتقد كائن من كان، ولا يعتقد أي إنسان كان عربي أو عجمي أننا في يوم سنصغي لنباح الكلاب وتحريضاتهم والمرتزقة والمشردين والخونة والعملاء، ونخرج على ولي أمرنا أو نتظاهر ضده. بلد لا تؤمن بالأحزاب، لا نؤمن بالأحزاب. لو سألت مواطن سعودي أغلى عندك الملك سلمان وابنه أو ابنك، لفضل قال لك الملك سلمان وولي عهده.